تحديث iOS 16.3 نزل بشكل رسمي ويحتوي على الكثير من المميزات راح نتعرف عليها بهذا الفيديو. ومن الميزات اللي انضافت بهذا التحديث خلفية بشكل جميل جدا، لكن هي مش أهم الميزات. في موجود عندنا ميزات مهمة جدا وكنا ننتظرها من زمان، راح نتعرف عليها بعد هاي الميزة. هون الخلفية فيك تضيفها كشاشة رئيسية أو كشاشة قفل. لحتى أوصل لهاي الخلفية بروح للإعدادات، ومنها راح أروح لخيار خلفية الشاشة، ومن هون فيك تضغط إضافة خلفية جديدة. ننزل للأسفل شوي راح تكون موجودة الخلفية هون. إذا بنضغط عليها فيك تغير الألوان داخلها بالسحب يمين أو يسار، وفينا نضيف عليها بعض الأدوات، وفينا كمان بنغير الساعة. إذا بتضغط على الساعة فيك تختار أحد الخطوط الموجودة، وفينا نختار من الأرقام سواء عربية أو إنجليزية. الميزة الثانية وهي مفاتيح الأمان. مفاتيح الأمان ممكن يحتاج الأشخاص اللي بيكون داخل أجهزتهم معلومات سرية جدا، لكن الأشخاص العاديين ما بفضل يفعلوا هاي الميزة لأنها تحتاج لمفتاح أمان خارجي، وممكن هذا المفتاح لا سمح الله بيضيع ولا تستطيع الوصول لحساباتك داخل الآي كلاود. وصلنا للميزة الأفضل والأكثر أهمية. هاي الميزة تم إضافتها بهذا التحديث لكل الدول، خصوصا الدول العربية ما كانت موجودة، وهي الحماية المتقدمة للبيانات. بروح نضغط عليها، وبهاي الميزة راح يتم حماية بياناتك بشكل آمن جدا حتى في حال تعرضها للاختراق. بروح نفعلها من تشغيل الحماية المتقدمة للبيانات، وهون بخبرنا ستكون مسؤول عن بياناتك. يعني قبل ما بتستطيع استرجاع بياناتك، انت راح تسترجع بياناتك اما من خلال اضافة اتصال، جهة اتصال للاسترداد، او مفتاح. في حال بدي اكمل هاي الخطوة بضغط على اعداد استرداد الحساب، وفينا نكمل هاي الخطوات بإضافة جهة اتصال استرداد أو مفتاح استرداد، بنكمل باقي الخطوات في حال أنا بدي أفعل هاي الميزة. وكمان بهذا التحديث تم حل مجموعة من المشاكل كانت موجودة بالتحديثات السابقة، منها ظهور خطوط أفقية على هواتف آيفون 14 برو ماكس. كمان حلوا مشكلة ظهور الخلفية سوداء على شاشة القفل. كمان عملوا تحديثات لنظام للطوارئ أو لمكالمات الطوارئ، ومجموعة من التحديثات الأخرى. راح أترك لكم هاي الصورة بحسابي سناب شات. وبنهاية الفيديو لا تنسوا تحطوا لايك على هذا الفيديو، تشتركوا بالقناة وتفعلوا الجرس، وراح أترك لكم حسابات التواصل الاجتماعي بالوصف. لأي سؤال لأي استفسار راسلوني هناك.